السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلي بالكم الحركة دي قوي كتير منتشرة دلوقتي على الواتساب، واحنا بنبعتوها لبعض ونحيوا بعض بيها. احنا بنعملوها بنية صافية كده، او مش قصدنا حاجة، يعني ان هي تحية، ان انا بس بحييكي وان بقولك ماشي تمام. لكن للأسف دي التحية بتاعت البوذا، او بمعنى اصح كده الصلاة بتاعتهم، بتاعت الهنود لما اللي هم البوذيين. لما بيجوا يصلوا او يقدموا التحية بتاعتهم او العبادة بتاعتهم بيعملوا الحركة دي. كتير من العلماء اتكلموا فيها ومنعوها، لان هي منتشرة في الايموشن اللي هو بتاع الاشارات دي، اللي هم اكيد كلنا طبعا عارفينها، اللي بيبقى موجود في الواتساب والتليفونات وكده. فالعلماء اتكلموا فيها وقالك ان دي محرمة، ما ينفعش ان احنا نبعتوها لبعض كاشارات او كتحية، عشان احنا كده بنتمثل بيهم. لكن ممكن بقى اللي هي علامة اللايك برضو، اللي هي معروفة ومنتشرة، ممكن دي انا بعتلك حاجة كويسة وانت استحسنتيها، اعملي لي علامة اللايك. ان انا بعتلك حاجة، انت بعتيلي حاجة عايزة تحيي حد، تعملي اي حاجة، اعملي علامة اللايك. علامة اللايك دي ما فيهاش اي حاجة، ولا فيها اي شبهة ولا اي حرام، ولا بنوقع نفسنا في اي غلط. لكن العلامة دي احذري منها حلو قوي، عشان دي بجد بتاعت الناس الكفرة والعياذ بالله، هي التحية بتاعتهم. فاحنا عندنا حاجات على الواتساب زي ما بيقولوا كده بيدسوا السم في العسل. يعني احنا عندنا حاجات كويسة واحنا نعملوها بنية صافية ونية مفيش اي حاجة غلط، احنا مش نيتش اعمل حاجة. هو انا نيتش اعمل زيهم؟ لا والله ابدا. اقول لك ايوه يا حبيبتي، بس احنا كده بيدخلوا لنا السم في العسل. العسل اللي عندك اللي انت نيتك صافية ومش في نيتك حاجة، وانت عايزة تحيي صاحبتك او تعملي اشارة، او مثلا ان انت تعملي لها ان انت معجبه بيها او خلاص تمام، فيروحوا عاملين لك حاجه بقى محرمه عشان يوقعوكي في غلط وفي حرام وفي شبهه. فسبحان الله، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور متشابهات، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في النور، وفي روايه فقد استبرأ من دينه وعرضه. يعني حاجات متشابهة كده، او بتجيب عليكي شبهة، دي حرام ولا حلال؟ ده صح ولا غلط؟ الحلال عارفة ان هو حلال قوي، الحرام بين ان هو حرام قوي. اما بقى ده انا مش عارفة حرام ولا حلال. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقولك: لا لا، ابعدي بقى عنه، عشان من وقع في الشبهات والعياذ بالله كأنه وقع في النار، كأنه وقع في النار. واحنا مش بناخد بالنا، وبنعمله حاجات كتيرة منتشرة على الواتساب، وهي كلها غلط وحاجات حرام، والعياذ بالله بيسموا لنا، بيحطوا لنا السم ده في العسل بتاعنا، عشان عايزين يوقعونا في حرام بأي طريقة. فانت انتبهي وخلي بالك، ولو اي حد بيعمل الحركة دي قولي له ان كده حرام ما ينفعش. اعمل علامة اللايك ماشي، ابعتيلي قلب، ابعتيلي وردة، ابعتيلي اي حاجة كده من الرسومات الجميلة، حد بيضحك، حد اي حاجة من الرسومات الحلوة دي، ولكن بلاش العلامة بتاعت البوذية دي. ربنا يعافينا ويحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. جزاكم الله خيرا.